معكم وبعد ما سولف معذبنا وقال نبدا حديثنا مع السيد عباس السيد صلوط، وبعدها اكمل الحديث. راح ننتقل الى معذبنا الشيخ كريم عبد الحسين محسن آل بهار البيضاني. حياكم الله. حياك الله شيخ، مساك الله بالخير. حياك الله حياك الله حياك الله. رجعنا لك. اهلا ومرحبا. وبارك الله فيك على ان تعطي دورك بالحديث للسيد. هسه احنا نرجع للبيضان. هذا واجب وليس مستحب. الله يبارك فيك ويحفظك، سادتنا وعلى راسنا بخدمتهم احنا. البيضان. نعم. انا قبل فتره صورت في محافظه البصره وتحديدا قضاء القرنه عشيره البيضان. نعم. او حسب ما فهمنا انه البيضان بها عده عشائر. يعني سولف لنا عن البيضان. نعم. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بارك الله فيك. نكرر الترحيب بالعراقية وأهلا ومرحبا بالعراقية وكادرها للوصول إلى هذه المناطق التي قد لا تصل إليها سابقا قنوات أخرى. احنا بخدمتكم. سالتني عن عشيرة البيضان. عشيرة البيضان متصلة بعشائر البعبود، عشائر البعبود متصلة بأبو محمد وعزة وزبيد وما إلى ذلك. لكن اليوم احنا في صدد عشيرة البيضان. زين. العشيرة البيضان هي تسمى عشيرة، بالحقيقة هي ليس بعشيرة واحدة وإنما من عدة عشائر. زين. عندنا عشائر البعبود 7 عشائر، البيضان كذلك سبحان الله نفس النظام لديها 7 عشائر. 7 عشائر. حلو. لكل عشيرة رئيس ولكل عشيرة إلى دور ولكل عشيرة يعني مركزيتها وأوامرها. تتوسع عشيرة البيضان أو تسكن عشيرة البيضان في مناطق العراق. الأساس لكل عشائر العمارة حقيقة لو تسترجع إلى التاريخ ترى مركز عشائر العمارة أساسها لو اتخذنا عشيرة وليلام مقرها العمارة، عشيرة الزيرج مقرها العمارة، عشيرة السواعد وعشائر أبو محمد وهكذا. شعب وبليلام والبدراج والزيرج والسواعد والسودان. حياك الله حياك الله. ومعذرة عن اللي لا كلك طيب. مقرها الأساسي هي العمارة. مقر عشيرة البيضان هي العمارة، لكنه للظروف المعيشية والأمور التي حدثت على العراق والهجرة تعزل ناس بالبصرة وناس بالعمارة وحتى في كركوك. زين. وحتى في خارج العراق. أنا قبل ما أتعرج على موضوع البيضان شيخنا. نعم. أنا أكثر من اسم للبيضان، يعني أكو حمولة اسمها الأبيض، وأكو البيضان يعني مع مياح. نعم. وأكو البيض، فهم هذول نفسهم واحد لو كل من على مسرح. البيضان هو في نفس البيضان أكو عندنا حمولة تسمى بيت البيض. زين. يعني حمولة من عشائر البيضان. زين. وأكو بيضان في مياح. حقيقة البيضان في مياح هو فقط بس الاسم، احنا وياهم الرابطة. احنا أساسنا لا محمد وهم أساسهم إلى مياح. زين. لكنه بيناتنا فتوات بسبب الاسم. زين. ما بيناتنا أي رابطة أخرى. زين. السبعة مال البيضان نرد عليه. السبعة مال البيضان، عشائر البيضان 7. عشيرة بيت خنيجر اللي هي احنا منحدر من عندها. والنعم. وعشيرة بيت شعيرة اللي موجود يرأسها حاليا حسن بن عيدان بن جبر في بغداد. والنعم. وخزعل بن صقبان، هم نصيفتين قد أنسى بعض الأسماء. عشيرة بيت البيض مكونة من 5 حمايل أو 5 بزريات. عشيرة بيت عليان، عشيرة بيت صادج، عشيرة بيت حمدي، هاي كلها عشائر مرتبطة وين؟ كلها في عشيرة البيضان. بس احنا نبقى انه كل حمولة هي لها رئيسها الخاص بها. كل حمولة لها رئيسها وعاداتها وفصلها وأمورها. لا أنسى عشيرة بيت داود، هذول العشيرة أخوتنا الموجودين في البصرة وموجودين في بغداد أيضا. زين. من عشائر البيضان. خلنا شوية أسألك شيخ. أنت قلت إنه إحنا بيت خنيزة. نعم. واللي إحنا نرجع لها الحمولة. زين. هسه أنا بالقطعة اللي خلف مكتوب أبهار. صح؟ إيه. ليش ما قلت بيت خنيزة؟ أبهار ابن قزار ابن سفيح ابن خنيجر. هو الرد خنيجر احنا نسميه. خوب الرد. ليش الرد خنيجر؟ خوب الرد إلى معلة اللي هو بيضان. ايه. معلة ابن عبود، عبود ابن محمد وهكذا. لكنه خنيجر هنا انقسم إلى أقسام. زين. هو سفيح وقزار وقاطع وحويس. زين. هاي سبحان الله ذول هالبيوت ذن الأربعة يعني تقدر تقول عنهم
مركز الرئاسة في عشائر البيضان هو انحصر في في هذه البزرين أو في هذا البيت. لكن لو نسترجع إلى التاريخ أكثر، هسه اليوم احنا بدينا نفتهم البرلمان والديمقراطية وما إلى ذلك. حقيقة حج بهار جد اللي هو كان هو الجد الأكبر اللي نتثقف احنا به حاليا، يعني أقدر أقول لك وضع الديمقراطية والبرلمان في ذلك الوقت، بدليل كان البيضان كلهم راية واحدة وما زالوا إن شاء الله ولا زالوا، لكنه بدأت خروقات في المرحلة التي كان فيها حج بهار رحمة الله عليه، فحاول أن يقسم، أنت بن شعير ذول أخوتك وأنت بن صاجد ذول أخوتك، تحاشيا لتحمل المسؤولية فيما بينهم. لهذا السبب فإحنا نقول دائما طبق البرلمان قبل ما يطبق البرلمان في العصر اللي احنا فيه حاليا اليوم موجود.